النجم أحمد عز في القاسة في وكالة ناسا. أنا كنت ماشي في حالي ومركز مع كوكب عالي، والحجر ده فجأة جالي، هنكت بلمت تنحت وانا قلت خلاص مش اشكالية، انا هدرس طبيعته الصخرية وهي حتى تكون خدمة وطنية، وشطحت سرحت فارتحت. القاسة في وكالة ناسا، القاسة في وكالة ناسا. بطولة النجم صلاح عبد الله، إيمان العاصي، سعيد طرابيك، عايدة رياض، محمود البزاوي، نادين سابا، وطارق الإبياري. نفسي بس العالم كله ده يفهمني ويقدرني، بدل ما كل الناس بتحاول ده يقطمني ودي تخسرني. نفسي بس العالم كله ده يفهمني ويقدرني، بدل ما كل الناس بتحاول ده يقطمني ودي تخسرني. تأليف محمود البزاوي، أغاني رشا البنا، ألحان هاني النبيل، توزيع خالد نبيل، إنتاج رايت ماركتينج. أيوة أنا اسمي حسن القاسة، وصلت بيك وكالة ناسا، مع إن قابلتني غلاسة، بس فرحت ونجحت وفلحت. أيوة أنا اسمي حسن القاسة، وصلت بيك وكالة ناسا، مع إن قابلتني غلاسة، بس فرحت ونجحت وفلحت. أنا كنت ماشي في حالي، ماشي في حالي، ماشي في حالي. القاسة في وكالة ناسا، القاسة في وكالة ناسا. القاسة في وكالة ناسا، إخراج عبد المقصود محمد. أقنعني رودريجو إنه هيساعدني وهيفتح لي أبواب المجد والشهرة. أقنعني إنه هينقلني من وحلة الأغاني الاستهلاكية للأغاني المحترمة، يعني حلم حياتي. وبعدين سافرنا وادي القمر عشان نصور الكليب اللي قلتلك عليه. هناك بقى قابلت اللي اسمه عمر ده، اللي بيدعي إنه مخرج. وإيه اللي خلاكي تيجي تبلغينا؟ بصراحة شكيت فيه، وبصراحة كمان خفت على حسن. طيب أنا عاوزك تعملي اللي هقولك عليه بالحرف الواحد. لو عاوزة تخدمي حسن، وخدمة حسن دلوقتي بقت خدمة قومية، مادام فيها مصلحة لحسن أنا أعمل أي حاجة. ترجعي تاني الأوتيل وتنتظريه، وبعدين إحنا هنكمل لك الباقي. بس توعدني إني أقابل حسن وأشوفه قبل ما يبدأ الرحلة. اعملي اللي بقولك عليه الأول. يلا اتفضلي. دكتور أحمد، دكتور أحمد. إيه؟ في إيه يا فريدة؟ إيه ده؟ إنتي؟ إزيك يا أنسة فريدة؟ كنت حضرتك عايزاك في حاجة يا دكتور. المفروض إنكم تعرفوا بعض. عاوزة حضرتك في موضوع. المفروض نعرف بعض كويس قوي، بس هي مختلفة معايا في حاجة. أقدر أعرفها؟ إن إحنا الاتنين بنحب حسن القاسة. لو سمحتي. وعاوزة أقولك حاجة، مش أنا لوحدي اللي بحبه. تقصدي إيه؟ انزلي الشارع هنا في أمريكا ولا في أي شارع من الشوارع العربية، اسألي أي بنت تقابليها تعرفي حسن القاسة هتقولك وبحبه كمان. يا سلام. حسن القاسة يا أنسة فريدة بقى حلم كل بنت سمعت عنه وعن عبقريته، وبقى فارس أحلام كل بنت، وما افتكرش إنك المفروض تحبيه لوحدك. حسن القاسة يا فريدة بقى ملكية عامة، ومش مفروض تدوري مين اللي بتحبه، المفروض تسأليه هو اللي بيحب مين. جلال، أمورنا يا أخويا. أنا عاوز أتجوز فريدة. فريدة الجيار؟ خلاص، لما ترجع أخدك من إيدك ونروح نتقدم لها. على الأقل لما هتنزل هتاخد مكافأة محترمة تنفع تجيب منها شبكة وتدفع مهر وتجيب شقة في مساكن العرايس. طب وافرض ما رجعتش يا جلال؟ يا سلام عليك يا أخي، لما تبقى كلامك كده عامل زي الكهرباء لما تلطش دماغ الواحد. جلال، بقول لك إيه، أنا عاوز أتجوزها قبل ما أسافر. وهتزفها بالصواريخ المبرومة بالورد وتاخدها معاك المريخ. انت ايه يا اخي، عاوز تبوظ كل اللي بتقوله عنك الجرايد والقنوات ولا ايه؟ بيقولوا ايه؟ بيقولوا انك انسان نادر ونبيل ومصر بحق وحقيقي، تقوم تتجوز واحدة من هنا وانت عارف يا حسن ان نسبة رجوعك 1%. ده ان وصلت كمان تقوم عايز تتجوزها يعني عشان تخليها أرملة وتوقف سوقها في الجواز بعد كده. بلاش رومانسية، خليك واقعي.
والله عندك حق يا جلال. مش عاوز تقول لي حاجة تانية؟ جلال، انت لو قعدت مع حسن بالشكل ده 30 سنة مش هتقوم. سيبه بقى وادعيله. استني يا منيرة. مش هتقوم. مش عاوز تقول لي أي حاجة؟ ها، أي حاجة قول. انا عايز اقول لك حاجة يا جلال مهمة قوي. إيه؟ حاول تجيب ولد يا جلال عشان يبقى فرع القلقاسة جديد. يمكن اللي معرفتش اعمله يعمله هو. ماشي، وهسميه حسن وهعلمه اللي علمتهولك وهصرف عليه زي ما صرفت عليك واكتر ان شاء الله ان شاء الله. تاني يا راجل؟ هي المعايرة على لسانك كده زي اللبانة؟ جلال خد بالك من حسن ابنك واخوك يا جلال. حاضر يا حسن. بقول لك ايه يا ابو علي؟ انت بتعيط يا جلال؟ هو في برضه راجل يعيط؟ في انا يا حسن. كفاية بقى يا جلال، كفاية. يا ترى يا حسن يا اخويا، عندك استعداد تقابل بدوي وتشوفه ولا ملوش لازمه؟ لا ازاي يا جلال، انا لازم اقابله. ايه عاوز تقول ايه يا حسن؟ عاوز اقول لك بقى، ابقى احكي للطلبة عندك في المدرسة عني. وليه انت ما تجيش بنفسك وتحكي عن تجربتك المثيرة والغامضة دي؟ قول لهم لازم يكون ليهم نجمة في السماء يشاوروا عليها ويمشوا وراها، ويكون ليهم هدف، والهدف ده لازم يكون نبيل. انت فاهم؟ لازم يبقى فيه رمز يتعلموا منه. انا مش هقول حاجة يا حسن عنك، واقسم لك أنك سوف تعود لتحكي لي وللبشرية عن تجربتك لزيارة الكوكب الأحمر المريخ. مش حضرتك المخرج عمر حبيش؟ ما تستفزنيش، انا مش فايق لك. ممكن انت اللي ما ترعبنيش؟ ايه ده؟ واو، مسدس. انت شايفه ايه؟ يلا معايا بالراحة وما تستفزنيش. بس بالمناسبة بقى، انا ما اسميش عمر ولا مخرج. مش جديدة يا سيد ديفيد. هو في ايه بس؟ هو انتوا عارفين كل حاجة كده؟ يلا اتفضل. طيب الاول هنروح فين؟ هتروح لرودريجو وفرانشيسكا، عارفهم؟ واو، كده تمام قوي. اتفضل حضرتك. قلقاسة في وكالة ناسا. قلقاسة في وكالة ناسا. يعني ايه العد التنازلي بدأ؟ يعني بدأ، وهو قدامك اهو في قناة الأخبار. ودي صورة لحسن جوه الكابينة في المركبة الفضائية. حسن؟ طب مش ممكن كده يجرى له حاجة؟ ده بدل ما تدعي له إن الرحلة تنطلق بسلام. يا رب، بس هو كان وعدني قبل ما يسافر. ايه وعدك بإيه؟ ان احنا نتجوز قبل ما يسافر. يتجوزك ازاي؟ يعني ايه يتجوزني ازاي يا دكتور؟ الله أكبر، الله أكبر فوق كيد المعتدي، وإني لحسن قلقاسة لمؤيدي. انطلق يا حسن، اخترق عباب السماء والسحب، واقترب يا صديقي من الشهب، وعيش في الفضاء كما يحلو لك، وعد إلينا فنحن نفتقدك. استنى يا سي بدوي، قول لي بقى يا جلال بيقول ايه؟ انت شايفاه نصفارة انجليزية؟ ما هم كاتبين بالعربي تحت في الشاشة هم. قول لي يا جلال احسن نسيت النضارة. بنت الحيسي، هتجيب النضارة منين دلوقتي؟ بقول لك ايه، قول لنا سي بدوي المكتوب بالعربي وبصوت مسموع. إنهم يطمئنون عليه الآن، وهو يرد عليهم مطمئنا إياهم. يسألونه عن أحوال المركبة، يقول لهم الضغط تمام، الأكسجين بخير، وأن كل شيء على ما يرام. ايه اللي حصل ده يا بدوي؟ يا مصابتي، ما تضربليش على صدرك كده. استني ما هتوتريني. انتظروا، لقد كتبوا شيئا على الشاشة. اقرا بسرعة ابوس ايدك. لقد بدأت سرعة الضوء، لهذا فقد اختفت المركبة عن الأعين، لكننا ما زلنا على اتصال به. تابعونا. نتابعهم. حاضر. مع السلامة يا أرض، مع السلامة يا أرض فريدة وجلال ومنيرة وبدوي ويوسف وعم حبشي فراش المدرسة. مع السلامة يا شوارع، يا جوامع، يا مصانع. مع السلامة وأهلا بطريق الفضاء. أنا جاي لك يا كوكب المريخ، جاي لك. وغابت المركبة في الفضاء مدة 6 أشهر، وانقطعت الاتصالات بالمركبة وبمن فيها.
فريدة ايه يا رامي في ايه؟ في ايه يا ولد؟ تعالوا بسرعة ورايا، بس تغمضوا عينيكم الأول. في ايه يا ولد؟ اتكلم. الله، ومالك واقف قدام التلفزيون كده ليه؟ هبعد عن التلفزيون يا جو. مين ده يا فريدة؟ وتاهت في الفضاء الفسيح واختفت في الكون، حاملة معها حلم شاب مصري كان يتمنى الوصول إلى الكوكب الأحمر المريخ. ده حسن قلقاسة. حسن؟ فريدة انت المفروض تنبسطي، مش يغم عليكي. ما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. اهو طلع في التلفزيون بالغلابة وانا ما طلعتش يا جو. قلقاسة في وكالة ناسا. قلقاسة في وكالة ناسا. ألم أقل لكم أنه سوف يصل؟ 6 أشهر فاتوا الحمد لله، وادينا اطمنا عليه، بس برضه لسه طاير في الهواء وهنرجع نقلق اكتر. ايوه زغرتي، سماع الدنيا ان حس عيلة قلقاسة هيفضل في الدنيا زي العلم. كانوا الناس خلاص شوية وياكلوا وشي، او حسن قلقاسة قرب من المريخ. لا خيب الله لك حلما ولا أملا. أيوة. لأنك ما خيبت ظني بك. منك ولا كلمة. انطلق يا حسن. أيوة. أخيرا يا حسن، أخيرا اتحقق حلمك ودخلت الغلاف الجوي للمريخ. ماذا تقول يا حسن؟ اسمحوا لي أبلغكم بأن كل رسايلي من أول دلوقتي لحد سطح المريخ هتبقى باللغة العربية. سامعيني؟ أنا هتكلم عربي، ويا ريت بقى تجيبوا مترجم يترجم لكم رسايلي. أنا دخلت الغلاف الجوي للمريخ وأشعر براحة شديدة في التنفس. الضغط وكل الأجهزة تعمل بكفاءة عالية. هو ليه بيتكلم عربي؟ لأن لازم أول لغة تتقال على سطح المريخ تكون اللغة العربية. انظروا واشعروا، انظروا بأعينكم واشعروا بالفخر والعزة، فقد وصل حسن قلقاسة إلى سطح الكوكب الأحمر كوكب المريخ، وقد هبط بسلام. إلى المحطة الأرضية. هل تسمعني؟ هل تسمعني؟ نعم نسمعك. أنا قبل ما أخطي أول خطوة على سطح المريخ ليا طلب مهم جدا، بس يا ريت يكون سامعني وشايفني السيد يوسف الجيار. ده طالع رحلة لحسابه الشخصي. شوفوا مين يوسف الجيار ده. هو كان سايب لنا في الوصية إننا لازم نسمعه، وقال لي إن أول رسالة هتكون لحضرتك. إيه ده؟ بجد؟ ليا أنا؟ أستاذ يوسف، أنا يشرفني ويشرف عيلة قلقاسة، واللي بيمثلها على الأرض جلال قلقاسة أخويا الكبير، وأنا أمثلها على سطح المريخ إني أتقدم بطلب إيد كريمتك فريدة الجيار. يا سلام، ده حسن. انا مش قادرة اصدق، ده حسن. ويا رب تنجح مهمتي يا فريدة، ويبقى أول بيت يتبني فوق سطح المريخ يكون بيت يجمعنا أنا وإنتي. الواد بقى حديث العالم كله، خطف قلوب كل نساء العالم. برافو يا قلقاسة، هايل يا ابن النايل. عظيم بجد. يا بختك يا فريدة، سمع اسمك لكل حتة في الدنيا وقالها لك بأعلى صوت إنه بيحبك. مبروك يا فريدة، مبروك. تاني رسالة مع أول خطوة برجلي على سطح المريخ هتبقى مصر. ما الذي يفعل هذا المعتوه قلقاسة؟ ولماذا لم يرفع علم الولايات المتحدة الأمريكية أو علم ناسا؟ علم مصر عشان كل الناس تشوف النهاردة المريخ بقى مصري. ينصر دينك يا أبو علي. وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حياة علمية، مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية. وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حياة علمية، مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية. همد ايدي لفوق في العالي وجايز اشب كمان شوية، هوصل للكوكب اللي في خيالي، وحسبت لكم يجي كام نظرية. شارك بالتمثيل محمد عبد الحليم، محمد جبريل، عادل خلف، جلال الهجرسي،
صفوت صبحي. التسجيل والمونتاج استوديوهات رايت ماركتينج. هندسة صوتية محمد عبد العظيم. مدير إنتاج يوسف الشربيني. إشراف فني رشا البنا. إنتاج رايت ماركتينج. الآسة في وكالة ناسا. تأليف محمود البزاوي. إخراج عبد المقصود محمد. وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حقيقة علمية، مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية، وده حال الكرة الأرضية، وده حال الكرة الأرضية.